سلام. الفيلم ديالنا كيبدا مع مجموعة ديال الطلاب في مدرسة السحر، وكل واحد من هاد الطلاب كان كيقدم السحر ديالو للأستاذة، وهي كتعطي التقييم ديالها لكل واحد. هادي بيتريكس، السحر ديالها هو تعاود تحيي النباتات، وهادي ياسمين ما كتحماش بيتريكس وديما كتبرزطها. المهم الحصة سالات والأستاذة عيطات على بيتريكس وقالت لها بلي هي اللي غتكرم هاد العام حيت هي الساحرة المتفوقة، فعطاتها الكرة السحرية ديال التكريم وقالت لها بلي الحفلة من بعد يومين. وهادشي كامل وقع قدام ياسمين، وما عجبهاش الحال ملي شافت بلي بيتريكس هي اللي غتكرم، فنزلت وقالت للأستاذة اللي خاصو يتكرم خاصو يكون من عائلة ديال السحرة بحالي ماشي بحال بيتريكس. وهادشي علاش بيتريكس الأم ديالها ما كانتش ساحرة والأب ديالها بوحدو هو اللي ساحر، فالأستاذة قالت لها اللي غيتكرم هو المتفوق وحنا ما سوقناش في العائلة ديالو. وملي الأستاذة مشات بيتريكس بدات كتقلي السم لياسمين ووراتها الكرة السحرية ديالها. ياسمين ما عجبهاش الحال واستعملت السحر ديالها ورمات لها الكرة السحرية في الأرض. مع الأسف الكرة السحرية ملي طاحت في الأرض تهرست. ومن هنا غيبدا الفيلم ديالنا. بيتريكس رجعت للدار، هذا الأب ديالها تريك وهذه الأم ديالها بروك، وهي ماشي ساحرة كيف قلنا من قبل، ولكن غتكرم في الحفلة من بعد يومين وغتولي ساحرة. وفي نفس الوقت هي اللي كتوجد الحفل وهي المسؤولة عليه. المهم بيتريكس طلعت للبيت ديالها باش تشوف الكرة، هنا غنشوفوا الحيوان السحري ديالها واللي كانت سميتو ماكس. بيتريكس بدات كتفكر كيفاش تقاد الكرة السحرية، ولكن ما عرفاتش كيفاش. من بعد شويه الاب ديالها بدا كيعيط عليها باش تنزل تاكل معاهم، وهما جالسين بيتريكس سولاتو شنو غيطرا الا الكره السحريه تهرست. فجاوب الاب ديالها بلي الكره السحريه الا تهرست ما غتصاوبش والحفله غتلغى. فالام ديالها قالت لهم بلي عيات بزاف وهي كتوجد للحفله، ولا تلغات غيبقى فيها الحال بزاف. بطبيعه الحال بيتريكس ما قالتش لهم بلي الكره السحريه ديالها تهرست، فعاودات سولات الاب ديالها واش كاين شي واحد تهرست ليه من قبل. الاب ديالها قال لها بلي كاين ولكن ما عرفش شنو داروا معاه، وعمتها هي اللي غتكون عارفه شنو طرا بالضبط. بيتريكس ملي سمعت هادشي ناضت من بلاصتها باش تمشي لعند عمتها تسولها، وبالفعل بيتريكس مشات لعند عمتها فيليا، وراتها الكره السحريه وقالت لها بلي تهرست، وبغات منها تعاونها باش تصايبها قبل ما توصل للحفله. فيليا قالت لها بلي ما عرفاش كيفاش كتصايب ولكن ممكن نسولو جاكس. وهاد جاكس كان هو الحيوان السحري ديال فيليا. جاكس قال لهم بلي الكره السحريه الا بغيتوها تصايب خاص ثلاثه السحرة يصايبوها: ساحر الحكمه وساحره اللطافه وساحره الحب. فبيتريكس سولاتو كيفاش ممكن توصل لهاد السحاره، فجاكس عطاها خريطه وقال لها بلي كاين فيها اول ساحر وملي غتلقاه غتبان لها البلاصه ديال الساحره الاخرى في الخريطه. وبالفعل بيتريكس خدات الخريطه والحوايج اللي غتحتاج معها في الرحله ومشات. فبدات الرحله ديالها في البحث على السحره باش تقاد الكره السحريه ديالها. مشات للغابه باش تقلب على اول ساحر واللي هو ساحر الحكمه. بيتريكس قدرت توصل ليه وطلبات منه يعاونها باش تصايب الكره السحريه ديالها. فساحر الحكمه قال لها بلي عندك زوج ديال الحلول: يا تقادي الكره السحريه بحال الا حتى حاجه ما وقعت، اولا تكوني شجاعه وتحملي العواقب. فبيتريكس سولاتو على الحل الصحيح. ساحر الحكمه قال لها بجوج بيهم صحاح، ولكن الاختيار غيبقى على حساب الشخصيه ديالك. فبيتريكس اختارت انها تقاد الكره السحريه باش الحفله ما تلغاش والام ديالها ما تقلقش. ساحر الحكمه نفذ لها الطلب ديالها وقاد لها جزء من الكره السحريه، ودابا خاصها تمشي تقلب على السحرة الاخرين باش تقاد الاجزاء اللي بقاو. ولكن اللي وصلوا كان خاصها ترجع للدار حتى الغدا وتكمل، وداكشي اللي وقع. بيتريكس رجعت للدار. في النهار الثاني فقت على صوت امها وجداتها واللي كانوا جايين باش ياخدوها للمحل ديال الحوايج، وهادشي باش يختاروا ليها اللبسه ديال الحفله. وداكشي اللي وقع، خداوها للمحل وبدات كتقيس في الحوايج، ولكن ما وجداتها ما كانت عاجبهم حتى لبسه. فبيتريكس قالت لهم اختاروا اي لبسه بغيتو انا غناخدها. في نفس الوقت غتدخل ياسمين للمحل وغتبدا تشكر في الام ديال بيتريكس. قالت لها انا فرحانه بزاف انك غتولي ساحره، وكاع السحرة فخورين بك وبالتنظيم ديالك للحفله. من بعد سولتها على الاغنيه اللي غيغني، فبيتريكس قالت لها بلي الاغنيه اللي حنا موجدين سريه وغتسمعها في النهار ديال الحفله. ولكن حيت الام ديال بيتريكس ظريفه قالت لها سميه الاغنيه، وبطبيعه الحال ياسمين كانت باغيه تعرف سميه الاغنيه حيت كتخطط لشي حاجه. وملي شافت بلي بيتريكس مازال ما خدات حتى لبسه، خدات كاع الكسوات اللي تما بالساحه ديالها وقالت لهم بلي انا غنوزعهم على الفقراء. ياسمين ملي خدات كاع اللبسات اللي في المحل خلات واحد الكسوه اللون ديالها برتقالي. بيتريكس ما كان عندها حتى شي حل، فقررت تاخد ديك الكسوه باش تحضر بها الحفله. من بعد هادشي بيتريكس مشات باش تكمل المهمه ديالها وتقلب على السحرة اللي بقاو باش تقاد الكره السحريه. دخلت للغابه ودارت سحر على واحد الفراشه باش تقدر توصل لساحره اللطافه، وبالفعل الفراشه وصلتها لبلاصه الساحره، وفي نفس الوقت البلاصه ديالها بانت في الخريطه. بيتريكس ملي وصلت للساحره طلبت منها تقاد لها الكره السحريه ديالها، وبطبيعه الحال حيت الساحره كتميز باللطافه نفذت لها الطلب ديالها وقدت لها حتى هي جزء من الكره السحريه.
ودابا بيتريكس بقى لها غير جزء من الكرة السحرية اللي خاصو يتقاد. ولكن مع الاسف البلاصه ديال ساحرات الحب ما بانتش في الخريطه، وبيتريكس ما كانتش عارفه شنو دير، فرجعت لعند عمتها فيليا باش تسولها. ولكن فيليا هاد المره قالت لها بلي ما كاين حتى شي حل اخر. بيتريكس في هذيك اللحظه تسنات عمتها حتى مشات وسولات جاكس. فجاكس قال لها الا بغيتي تقادي الكره السحريه خاصك السحر الاسود. فسولاتو كيفاش. جاكس قال لها بلي خاصك الدموع ديال الشخص اللي كان السبب في التهرس ديال الكره، غتحط الدموع ديالو على الكره وهكا غتقاد. ودابا بيتريكس عرفات الطريقه، فغنشوفو كيفاش غدير. المهم النهار ديال الحفله وصل، وبيتريكس ما كان عندها حتى شي حل من غير تستعمل السحر الاسود. فبدات الحفله والسحرة بداو كيجيو من كل بلاصه، وبطبيعه الحال بروك هي اللي كانت مسؤوله على الحفله وموجده كلشي. اما بيتريكس فقيسات الكسوه وما كانتش عاجبها وما بغياش تمشي للحفله، ولكن جا الاب ديالها وشجعها وقال لها بلي الجمال ماشي باللبس. من بعد طلب منها توجد راسها بالزربه حيت الام ديالها كتسناو. وفي جهه اخرى البلاصه اللي فيها الحفله عمرات بالناس وكانوا كيسولوا على بيتريكس. ياسمين مشات لعند الاستاذه وسولاتها شنو غيوقع الا ما جاتش بيتريكس للحفله وشكون غيتكرم في بلاصتها. فالاستاذه قالت لها الا ما جاتش بيتريكس للحفله غيتكرم المتفوق اللي تابعها، وهادشي كيعني ياسمين اللي غتكرم الا ما جاتش بيتريكس. ياسمين بطبيعه الحال كانت فرحانه حيت كيصحاب لها بيتريكس ما غتجيش. ولكن فيليا قالت لي ياسمين بلي حتى شي واحد ما ياخذ تكريم من بيتريكس. ياسمين قالت لي انا ما قصدت والو غير كنسول. فيليا قالت لها حتى انا قصدت بلي بيتريكس وصلت للحفله. فجا الوقت ديال التكريم وواحد الولد صغير قدم عرض زوين. من بعد جا الدور على ياسمين والام ديالها واللي كانوا موجدين اغنيه وباغيين يغنيوها. ملي بدات الاغنيه غنكتشفوا بلي هي نفس الاغنيه اللي كانت غتغني بيتريكس وبروك، وياسمين دارت هكا غير باش تعصب بيتريكس. وبروك في هذيك اللحظه بقى فيها الحال وخرجت من الحفله. تبعتها بيتريكس وقالت لها ماشي مشكل، حتى حنا غنغنيو نفس الاغنيه ولكن بالطريقه ديالنا. بروك عجبتها الفكره ورجعوا للحفله عاوتاني. وملي وقفوا في المسرح باش يغنيو الاغنيه ياسمين سولاتهم واش غيغنيو نفس الاغنيه اللي غناوها. بيتريكس قالت لا ولكن بالطريقه ديالنا والناس هي اللي غتحكم. وفعلا بداو كيغنيو ولكن الطريقه ديالهم كانت زوينه بزاف، وكاع الناس كان عاجبهم الحال وكيصفقوا عليهم. والام ديال ياسمين تقلقات وخرجت من الحفله، وياسمين تبعتهم. اللي وصلت لعندها الام ديالها بدات كتغوت عليها وقالت لها بلي خليتينا نغنيو اغنيه حتى هما غناوها وخسرتي لينا الصوره ديالنا قدام الناس. من بعد خلاتها ومشات. وهادشي كامل اللي وقع شافتو بيتريكس ومشات عند ياسمين باش تواسيها. فياسمين قالت لها هذا هو الوقت المناسب باش تاخدي حقك مني ومن داكشي اللي درت فيك. فبيتريكس قالت لها لا، انا جيت باش نواسيك ونوقف معاك ونوليو صحابات. فعنقوا بعضياتهم باش يبداو صفحه جديده ويساليو الخلافات اللي كانوا بيناتهم. فهاديك الوقيته الفارس السحري ديال بيتريكس قال لها خذي الدموع منها باش تقدي الكره. ياسمين ملي سمعتو سولاتها شنو كيقصد. بيتريكس قالت لها بلي هو سحر اسود قالوا لينا جاكس باش نقدو به الكره، يعني الكره باش تقد خاصنا نحطو عليها الدموع ديال الشخص اللي كان السبب في التهرس ديالها. فياسمين وافقات وقالت لها انا غنعاونك باش تقدي الكره. فنسلات الدموع ديالها على الكره، ولكن مع الاسف الكره ما تقداتش. فبيتريكس قالت لها انا اللي خاصني ننزل الدموع ديالي حيت انا السبب وانا اللي كنت كنعصب فيك ملي خديت الكره. ياسمين قالت لها نزلي دموعك باش تقد الكره. بيتريكس قالت لها لا انا غنواجه الناس وما غنقدش الكره. وبالفعل دخلوا للحفله عاوتاني. وفي هذيك اللحظه بروك كانت كتكرم حيت صافي ولات ساحره، عطاوها الكره السحريه ديالها. من بعد جا الدور على بيتريكس، طلعت فوق الخشبه وقالت لهم بلي خاص يكون عندكم تسامح وحب. انا قررت نواجهكم ونوريكم الكره السحريه ديالي اللي تهرسات. وكاع الناس ملي شافوا الكره السحريه مهرسات تفاجئوا. بيتريكس قالت لهم انا حاولت نقادها ومشيت لعند ساحر الحكمه وساحره اللطافه، ولكن ما لقيتش ساحره الحب، وانا درت اللي قدرت عليه وكنتمنى منكم تسمحوا لي. فهاديك اللحظه الام ديالها طلبت منها تشوف عاوتاني في الخريطه. فبيتريكس ملي شافت لقات البلاصه ديال ساحره الحب بانت في الخريطه، وكانت هاد البلاصه هي الدار ديالهم. فبيتريكس قالت لها يعني انت هي ساحره الحب، وسولتها علاش ما كنتيش في الخريطه. الام ديالها جاوبتها بلي هي ما كانتش ساحره في هذيك الوقت. ومن بعد التكريم دابا ولات ساحره والصفه ديالها هي الحب. من بعد حطات يدها على الكره مع بيتريكس وقدرت انها تقاد لها الكره السحريه ديالها، وكلشي كان فرحان بهذا الشيء اللي وقع. وهنا غنوصلوا لنهايه الفيلم ديالنا. الا عجبك الفيديو ما تنساش تضرب معاك ديك لايك، لما كنتيش مابونيش ابونا باش يوصلك الجديد. المهم هذا ما كان معكم زويقير، تلاقاو في الفيديو الجاي.